السلام عليكم. معكم سليم. فيديو جديد. اليوم جينا نهضر على آخر الأخبار تاع لاعبي المنتخب الوطني الجزائري. اليوم جينا نهضر على لاعبين. اللاعب الأول اللي هو العربي هلال السوداني اللي جدد العقد تاعو مع ناديه دينامو زاغرب الكرواتي 3 سنوات إلى غاية سنة 2020. اللاعب العربي هلال السوداني عنده 29 سنة. جدد عقده 3 سنوات إلى غاية 2020 مع نادي دينامو زاغرب الكرواتي. العربي السوداني لعب 150 مباراة مع فريقه ومسجل 65 هدف مع فريقه دينامو زاغرب. واللاعب الثاني اللي جينا نهضر عليه هو إسحاق بالفضيل، لاعب ستوندار دو لياج البلجيكي. إسحاق بالفضيل اختير لاعب شهر مارس من طرف أنصار نادي ستوندار دو لياج البلجيكي. لاعب إسحاق بالفضيل انتقل إلى نادي ستوندار دو لياج قادما من نادي بني ياس الإماراتي في صيف في صيف 2016، وسجل 14 هدف مع فريقه في مدة 6 أشهر مع فريق ستوندار دو لياج، وكان مرشح باش ينتقل إلى الدوري الإنجليزي إلى نادي إيفرتون الإنجليزي في الميركاتو الشتوي. وهناك خبر حول لاعب أولمبيك مارسيليا ماكسيم لوبيز، لأمه جزائرية وأبوه إسباني. هناك أخبار تقول أن أو إشاعات أن اللاعب ماكسيم لوبيز وسط ميدان نادي أولمبيك مارسيليا الفرنسي سيختار اللاعب للمنتخب الجزائري. نذكركم بلي أمه جزائرية وأبوه إسباني. وماكسيم لوبيز كاين هناك أخبار تقول بلي ماكسيم لوبيز سيختار اللاعب للمنتخب الوطني الجزائري بدلا للمنتخب الفرنسي أو المنتخب الإسباني. كان معكم سليم. ما تنساوش تبارطاجيو لا فيديو هادية و طابوني في لاشين يوتيوب تاعي سليم أرسنال، ونتلاقاو في فيديو جديد إن شاء الله مرة أخرى. السلام عليكم.